السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله في الفيديو بتاعنا هنعمل اكله سريعه وسهله وكمان مغذيه واقتصاديه جدا. هنعمل صينيه العجه. نبدا كده نشوف المكونات ونقول الطريقه. انا معايا 6 بيضات، بصلايه كبيره مقطعه رفيع خالص، معايا طرنشات فلفل الوان وفلفل اخضر وقرن فلفل حامي، طبعا ده اختياري، حزمه خضره مشكله كده، شبت على بقدونس على كزبره، نص كوبايه دقيق، نص كوبايه لبن، مجموعه بهارات، ملح فلفل كمون، بابريكا كركم كاري. هبتدي كده في حله على النار، احط حوالي معلقتين زيت. اول ما يسخنوا كده هبتدي انزل البصل على طول. هشوح البصلة بس مش هحمرها جامد، يا دوب لونها يصفر وتبتدي تدبل معايا. هبتدي انزل عليها على طول الطماطم. شايفين لونها اصفر ازاي؟ هبتدي بقى انزل الطماطم اخدها تشويحة برضو. انا مش هسوي الخضار ده خالص، يا دوب بس يشم النار وياخد تشويحة يبتدي يدبل. وبعدين الفلفل الاخضر والفلفل الالوان زي ما قلت لكم هشوحه، بس علشان انا العيجة دي اساسا مش بتقعد في الفرن كتير، ما بتاخدش وقت خالص، يعني ربع ساعة بتبتدي تخرج على طول. انا عايزة ادخل المكونات مستوية معايا. هبتدي بقى الخطوة التانية. هنزل البهارات كلها على البيض كده وهقلبهم، اخلطهم كويس. بعد ما هقلبهم انا هستعمل بولة كبيرة عشان اقلب براحتي. هحط بقى نص كوباية الدقيق وهقلب كويس. ومعايا بقى نص كوباية اللبن هضيفها برضو. الغرض من اللبن ان انا افك التكتلات اللي بتحصل من اختلاط الدقيق بالبيض طبعا. هقلب كويس وبعدين انزل الخضره انا ما شوحتهاش عشان تفضل محتفظه بلونها الاخضر الجميل ده. الخضار طبعا يتشوح وبقى جميل جدا. هسيبه يهدى، مش هنزله هو سخن علشان ما يسويش البيض. اول ما يبقى دافي كده هبتدي انزله على الخليط واقلب كله كويس. هحضر بقى صينيه دهنها دهنه زيت كده ورشها كمان بالدقيق. هنزل فيها الخليط كله ومشغله الفرن بتاعي على درجه حراره 170. هدخل العجة بتاعتي على الشبكة. ربع ساعة او تلت ساعة بالكتير جدا هتطلع على طول. وادي شكل صينية العجة بتاعتنا بعد ما استوت وطلعت. ما خدتش خالص وقت معايا بجد والله، ما بتاخدش اكتر من 10 دقايق في التجهيز وربع ساعة او تلت ساعة بالكتير في الفرن. يعني نص ساعة تكوني حضرتي احلى وجبة غدا. انا يوم ما بعمل الصينية دي بقدم جنبها في الغدا بحمر بطاطس، بقلي بدنجان، شوية مخلل كده، مع طبعا عيش بلدي سخن، بتبقى احلى وجبة غدا. تغيير في الاكل وفي نفس الوقت برضو يعني الوجبة دي مغذية ومتكاملة، فيها البروتين فيها الخضار فيها كل حاجة. وتنفع كمان دايت، يعني لو استبدلتي كوبايه الدقيق الابيض دي بالدقيق اسمر خلاص هتبقى وجبه دايت 100%، هتبقى لذيذه جدا ومغذيه وفي نفس الوقت ما فيهاش سعرات حراريه. ولو عندك ولادك ما بيحبوش البيت تقدري تديهولهم في وجبه زي دي. وادي شكلها بعد ما قطعناها وقدمناها. ريحتها خطيره، شكلها جميل، طعمها لذيذ جدا. اتمنى تجربيها ان شاء الله تعجبك. ما تنسيش تعملي لايك واشتراك، واذا كنت الاول مره بتدخلي على القناه يا ريت تشتركي وتفعلي زرار الجرس عشان يوصلك اشعارات بكل جديد اقدمه. اشوفك على خير ان شاء الله في وصفات احلى. سلام عليكم.